مساء الخير إخواني أخواتي. الأحد 14 شتنبر 2025. هذا الفيديو كيوضح يعني شنو هو حفل الإنسانية، لا فيت دو لومانيتي اللي كينعقد الجمعة الثاني من شتنبر من كل عام، وكيكون يعني حفل كتلتقي فيه جميع التيارات والأحزاب اللي عندها مد شيوعي او بالاحرى يعني اليسار بشكل عام، رغم ان هذا الحفل ينظم من طرف جريدة الإنسانية لو جورنال دو لومانيتي دوبي 1930 اي اكزاكت لو 7 سبتمبر. يعني ما غنقولوش غير يعني الناس اللي عندهم امتداد شيوعي او كيتعاطفوا معهم، ولكن لا، اليسار بشكله الواسع ومواطنون عاديون، يعني الشباب والشابات وكل شيء، يعني اي واحد ملي كيزوروا النهار الاول كيبقى يزوروا يعني الاعوام اللي كتجي. من طبيعه الحال كما قلت في الاول، هاد الفيديوهات اللي كنديروا في علاقتها مع المغربيات والمغاربه اللي عايشين في اوروبا وخصوصا هنا بفرنسا. دونك بالنسبه للمغرب، تاريخيا كيكون لو ستون ديال جريده البيان لسان حال حزب التقدم والاشتراكيه منذ يعني منذ زمن بعيد حتى لهذه 3 سنين. 3 سنين ما بقاتش المشاركه، 3 سنين او 4 سنين ما بقاش المشاركه ديالهم. علاش؟ كما نشرنا في الجورنال ديالنا emereux212.com، اتصلنا بعضو المكتب السياسي السيد سعيد فكاك، و مدير الجريدة مدير صحافة البيان السيد محتات الرقاص، اللي أكدوا لنا بأن الحزب ما تعطاتوش أو جريدة البيان ما تعطاهمش لو ستوند هاد السنين نظرا لموقف الحزب من القضية الوطنية. وكما كنعرفوا أن الحزب الشيوعي الفرنسي يعني لا ينظر بعين الرضا إلى تسمية الصحراء المغربية. من طبيعة الحال كان دوتر ستون ماروكان، ولكن ما كيعنيش بان هاد يعني اعتراف او عدم اعتراف. على سبيل المثال بالنسبه للستون ماروكان، كان لو ستون هاد العام ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي، اللي كان واحد لو ستون تبارك الله نشيط وفيه يعني اخوان واخوات. وغير اونتر بارونتيز، ان شاء الله في هاد الايام القليله غادي يكون واحد مقال وفيديو حول مشاركة المرأة في المرأة المغربية في يعني في لا فيت دو لومانيتي، وخدينا كمثال يعني لو ستون ديال فيدرالية اليسار المغربي، الفيدرالية اليسار الديمقراطي عفوا. بالنسبة يعني كما قلت لي ستون ماروكان، كاين لو ستون ديال فيدرالية اليسار، وكاين ستون ديال جمعية حقوق الإنسان بالمغرب لازدوم، ماشي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، نو، هذه جمعيه فرنسيه يعني مؤسسه هنا، ولكن فيها مغاربه كيدافعوا على حقوق الانسان في المغرب. وكان ستوند اخر، انا كنتحفظ على التسميه ستوند ديال كنتحفظ على العالم، لو ستوند ديال الريف، ولكن فيه واحد العالم ديال الريف، لان هذاك عالم سياسي ديال جمهوريه الريف. هذا التحفظ ديالي عليه. حتى هما كانوا فيه اخوان واخوات كيناقشوا يعني بشكل صريح، وناس يعني ما انا انفي عنهم خيانه، يعني بصار العباره، ناس كيناقشوا كيما حنا كيما اي مغربي كيناقش قضايا ديال المغرب. غير النقطه ربما نكون خاطئ، النقطه اللي شويه انا يعني عندي منها موقف. العالم ديال جمهوريه الريف اللي كان سابقا محطوط تماك، بون ما عرفتش علاش، ولكن على اي حال لا فيت دو لومانيتي كيكون واحد الملتقى سنوي ديال الناس اللي كتآمن بقيم الانسانيه. وراك شفتوا دي فيديوهات يعني في سواء في حسابات ديالنا في تيك توك او في يوتيوب، يعني كيفاش الناس تعيش الحياه، كتجي تناقش وتنشط ودير صله الرحم السياسيه وسلسله الرحم، لان تما انشات علاقات انسانيه. ويعني ما كاينش، تمنيت ان لو احنا في البلاد عندنا يعني الطبقه السياسيه ترقى لهذا النيفو، يعني كاين نقاشات يعني بشكل قوي، ولكن كاين داك التلاحم وكل شيء يعني يعني في صالح يعني فرنسا، في صالح الجمهوريه الفرنسيه، يعني بغض النظر على هذا.
والاخوان والاخوات اللي كيحضروا لا فيت دو لومانيتي راه غادي ياكدوا هذه الهضره اللي كنقول. مساله اخرى وهو اليوم يعني في بوردو كانت زعيمه اليمين المتطرف مارين لو بان، لان ماشي زعيمه ولات، كاين دابا بارديلا هو اللي رومبلاسا، ولكن رمزيا هي الزعيمه ديالها. دارت واحد الخطاب تماك في بوردو، يعني خطاب ضمن 4 ديال النقاط. اول حاجه كما قلت في الفيديوهات السابقين، يعني اليمين المتطرف لو راسومبلومون ناسيونال كيدعيو لا ديسوليسيون ديال البرلمان، يعني حل البرلمان، عكس لا فرونس انسوميز كيدعيو الى يعني ان رئيس الجمهوريه يوضع الاستقاله ديالو، بالتالي تكون انتخابات رئاسيه ومن بعد تكون رئاسات برلمانيه من اجل يعني يتعيد هذا البلوكاج. النقطه الثانيه اللي سكيلا ايفوكي وهي الكريتيك ديال البريزيدون البريزيدون والبرومي مينيستر، بحكم انه يعني الرئيس السيد ايمانويل ماكرون يعني راكب يعني الراس ديالو. علاش؟ لان لو فيت انه عين، وهذا رايي، لو فيت انه لو بغى يحيد البلوكاج ما كانش يعين رئيس، يعني رئيس حكومه، او بالمصطلح الدستوري الفرنسي الوزير الاول، من يعني الاوفياء ليه، وغادي ينهج نفس السياسه اللي دارها ميشيل بارني ونفس السياسه اللي جابها فرانسوا بايرو. وهنا غتسمحوا لي عافاكم على فرانسوا بايرو، بغض النظر على الاختلاف ديالي السياسي معاه، يعني تمنيت انه يكون عندنا في المغرب حتى حنا شي رئيس حكومه. علاش فرانسوا بايرو مشى؟ علاش خلى هاد يعني بلغه الساسه المغاربه البعض يعني جميع الامتيازات، غير دار لو بروجي بودجيتير ديالو، حاول يحيد يومين ويدير واحد سياسه تقشف، وقال لهم ما نحيي اما هادي واما نمشي بحالاته. يعني تصوروا معايا، تخيلوا معايا ان رئيس الحكومه في المغرب يعني سا ماجيستي يقول ليه غتكون غدير الحكومه وغادي يشد بحد يعني هذا يعني في حد المساله ديال الميزانيه، ويقول لهم لا ما نمشيش. يعني انا كنقولها امبوسيبل في المغرب. اللهم اليوسفي الله يرحمه، انه عبد الرحمن اليوسفي انذاك فاش كان عندنا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، كان حزب، اما دابا راه ما عندنا حزب اشتراكي مزور. يعني الا عبد الرحمن اليوسفي اللي تخلى على يعني لي زانديمينيتي ديالو، هذا بوتيت خلال ديالها. اما الا دابا الساسه حاليا غنقول لك كلشي 99%، ما غنكونش عاوتاني عادم، 99% ما غادي يضحيوش بالامتيازات بالصالير. تصور فرانسوا بايرون ضحى بريسك 13 مليون في الشهر، زائد السياره، زائد لي غارد كور، زائد دوطخ انديمينيتي، زائد اون روتريت، ضحى بها من اجل المبدا. رغم انا ما كندافعش عليه، كندافع على الفكره اللي دارت. تمنيت يا رب حنا يكون عندنا في المغرب شي رئيس حكومه يرقى لهذا المستوى، لان لو كان يرقى لهذا المستوى ما غادي يكونش عندنا لا بوفرتي، ما غاتكونش عندنا بزاف ديال الحوايج. نرجع لو ديسكور ديال مارين لو بان. النقطه الثالثه وهي لا موبيليزاسيون والكالندري الكتورال، يعني الناس راه كيوجدوا دابا وراهم خدامين باش باغيين يطيحوا الحكومه اللي غادي يكونها يعني مسيو لو كورني، غادي يعني خدامين اللي هما لا فرونس انسوميز، وعندهم يعني عندهم اصوات انتخابيه يعني في البرلمان، يعني نواب برلماني. يعني انا كنقول يعني ان فورت بروبابيليتي غتكون عاوتاني هذه الحكومه غادي غطيح، وهكذا نبقاو ندورو في دوامه. اللهم ان يعني رئيس الدوله انه رئيس الجمهوريه انه يستقل، او لا يعين يعني وزير اول من اليسار الموسع، وتكون لا فاليدا يعني المسانده ديالو من طرف لا فرونس انسوميز. لو ديرني بوا وهو لالتيرنونس بوليتيك، يعني دعات انه خصها تكون واحد تناوب على الحكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني خاص بلا فيت دو لومانيتي اي لو ديسكور ديال مارين لو بان. اخواني اخواتي، ما تنساوش عافاكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتابوناو في لي كونت ديالنا من اجل الدعم، وباش هذا الصوت يوصل لجميع المغاربه والمغربيات. تحياتي لكم ولكم، مع السلامه.